ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة تشويحة كبدة بس بطريقة مختلفة، فيها تريكات كده مختلفة، بس النتيجة هتعجبكم جدا. هي مش الكبدة الاسكندراني اللي بتوم وفلفل اخضر بس، فيها شوية اضافات بس هتدي في النهاية طعم جميل جدا. يلا بينا نشوف. انا معايا الكبدة عصرت عليها ليمونة كاملة وهي في مصفى كده زي ما هي، وقلبتها وسبتها على جنب عبال ما ابدأ اقطع الخضار بتاعي. فلفل اخضر 2، انا زودت 2 كمان، وفلفل رومي وطماطمايه وبصلايه بالحجم ده كده، مش اكبر من كده. قطعت الخضار بتاعي بالشكل ده، وبعد كده رجعت للكبدة بتاعتي تاني. هبدأ احط لها شوية توابل ومنكهات كده تديها طعم حلو قوي. انا بحب اعمل الاضافات دي على الكبدة الاول وهي نية، وهرجع اوريكم بعمل ايه تاني. معلقة توم مفرومة، معلقة حلوة كده كبيرة، حطيتها على الكبدة. وبعد كده هحط التوابل بتاعتي. انا ما بستخدمش اكتر من 3 انواع دول، فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة. دايما بحب التوابل على حسب الذوق الشخصي، يعني في ناس بتحب تكتر توابل شوية، في ناس ما بتحبش تكتر التوابل. انا حطيت معلقة صغيرة من ال3 انواع، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة. ضفت كده كل ده على الكبدة وقلبتها. انا ما بسيبهاش جنبي ياما، انا بحط كل ده وبقلبها عبل بس ما بحط طاسة على النار فيها المادة الدهنية بتاعتي. انا حطيت معلقة سمنة وشوية زيت، طبعا كل واحد بيحط الكمية اللي بيحبها. انا بحب الكبدة شوية يكون فيها المادة الدهنية كتيرة. اول ما يسخنوا جامد جدا، اهم خطوة ان هم يسخنوا جامد، انزل بالكبدة بتاعتي اللي متبلاها. اساسا الكبدة في المرحلة دي يعني الريحة بتاعتها بتتبدل تماما، بتكون ريحتها حلوة جدا. النار عالية، بقلب في الكبدة لحد ما لونها بيتغير بالشكل ده كده. اهم حاجة النار عالية عشان تحبس السوائل اللي فيها، ما تنزلش سوائل كتير. الكبدة كده لونها اتغير. ضفت كمان معلقة توم، انا بحب التوم كتير شوية في الكبدة. بعد كده نزلت البصلاية اللي انا مقطعاها جوليان كده حلقان بالشكل ده، وبرضو تقلبتين كده لحد ما الاقي البصلة دبلت مع الكبدة. بمجرد ما تدبل بس مش اكتر، هبدأ اضيف باقي الخضار بتاعي اللي انا مقطعه. ضفت الفلفل الاخضر والرومي اصفر واحمر والطماطمايه اللي كنت مقطعاها. طعم الطماطم مش بيبان تقريبا فيها، بس بيديها في الاخر ميكس لذيذ قوي كده، وما بتكونش باينة على فكرة. قلبت الخضار كده كله مع بعضه، مش بضيف اي مية ولا اي حاجة. الكبدة اساسا ما بتاخدش سوا كتير، يا دوب على قد السوائل اللي نزلت منها بس. غطيتها وسبتها على النار. رجعت لها تاني بعد ما تقريبا خلاص دخلت قربت، فاضل لها حاجة بسيطة جدا وتستوي، والخضار كله دبل بالشكل ده كده معايا. هنا بدأت احط الملح بتاعي. انا حطيت معلقة ملح. والتركاية الحلوة جدا برضو اللي بتعمل اضافة جميلة، معلقتين خل. في ناس ما تحبش الخل مع الكبدة او تستغربوا، بس هو بيدي نكهة حلوة جدا مع الكبدة. قلبتها، طبعا احنا شايفين لسه في شوية سوائل، سبتها على نار عالية بس بمجرد ما تشرب السوائل اللي فيها دي وتنشف، بس مش اكتر من كده. وهنا كانت الكبدة خلاص شربت كده السوائل بتاعتها ونشفت، جميلة جدا. اتمنى انكم تجربوها، هتعجبكم جدا. وهنا ضفت عليها ليمون، بحب جدا الليمون على الكبدة. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.